ينضم إلينا من الدار البيضاء رضا بنيس. رضا، لو نبدأ من التصريحة الأخيرة والموقف الأخير لجلالة الملك محمد السادس. تحدث عن المياه، واضح أن هذا يشكل واحد من أهم التحديات التي أشير إليها في الجلسة الأخيرة للبرلمان. ما هي التحديات وما هي الوسائل لمواجهة في هذه الجزئية؟ مساء الخير باشا. الأكيد أن المياه، حتى وإن تحدثنا عن أزمات الغاز العالمية، لكن نعرف أن الماء هو أساس الحياة. المغرب يعيش كما ذكرت أزمة يعيش جفاف منذ أكثر من 3 عقود، الأشد من 3 عقود. دعنا نذكر أن المغرب يعتبر دولة اعتمدت منذ سياسة السدود، منذ عام الملك الراحل حسن الثاني، الذي كان يعي أهمية المياه، والذي اتجه في فترة من الفترات أن يكون المغرب بلد يعتمد على الزراعة ويعتمد على الفلاحة بشكل كبير جدا للاكتفاء الذاتي وكذلك للتصدير. وبالتالي أي أنواع الزراعة تعتمد على المياه الجوفية. بعض الأحيان حينما لا يكون هناك ترشيد في استعمال هذه المياه تصبح هناك ندرة. يجب إشارة كذلك أن نسبة امتلاء السدود هذه السنة هي نسبة ضعيفة جدا، 25% فقط، وهذا رقم مخيف جدا. فالعاهل المغربي حينما تحدث عن هذه النقطة يعي تماما ويعرف تماما أن الماء هو الأساس، حتى وإن تحدثنا عن مشاكل أخرى، لكن المياه تبقى أساس الحياة. بالنسبة للمغرب كما قلت يعتمد على سياسة زراعة، سياسة كذلك فلاحة، لكن نقطة المياه تبقى مهمة في الاستعمال والترشيد. كانت هناك خلال الصيف الماضي حملة تحسيسية لترشيد إنفاق المياه الصالحة للشرب وكذلك الاستعمال المتوازن لهذه المياه. هناك مكافحة الآن في المناطق التي تهتم بشكل كبير بالزراعة من أجل التقليل من الحفر العشوائي للآبار. هناك عدة لجان وعدة دوريات مسؤولة في هذه النقطة. المغرب كذلك اتجه إلى تحلية. رضا، لو سمحت لي، عندما نتحدث عن الموارد الطبيعية والموارد الأساسية هي لا تنحصر في المياه، أيضا هناك النفط، وإلى أي مدى تمضي الخطط المغربية على قدم وساق من أجل إيجاد حل مشكلة النفط وهذا الخط الجديد؟ الآن مشكلة الغاز، نعرف تماما أن الاتفاقية بين المغرب ونيجيريا وقعت قبل فترة لإمداد أنبوب الغاز من نيجيريا، التي تعتبر الآن من بين أكبر الدول في إفريقيا من ناحية الغاز المكتشف. فبالتالي عدة دول سيمر من هذا الأنبوب وصولا إلى المغرب في خطة أولية، وفي خطة ثانية هي تصدير هذا الغاز لأوروبا. الأمر لن يكون بين عشيق وضحاها، الأمر سيأخذ على الأقل ما بين 3 إلى 5 سنوات في الجزء الأول من مشروعه. هذه الدول كلها ستستفيد من أنبوب مد الغاز عبر نيجيريا وصولا إلى المغرب. الأكيد أن المغرب دولة كجميع الدول التي تعاني من مشكل الغاز ومشكل كذلك غلاء الأسعار بالنسبة للنفط، لأن جميع الدول تتضرر من هذه الأزمة. وخير دليل على ذلك ما يحدث في أوروبا قبل فترة الشتاء، وأشير إلى فترة الشتاء التي تعتمد بشكل كبير الدول الأوروبية على الغاز من أجل تسخين البيوت وكذلك المنشآت. فبالتالي الأزمة ربما أزمة الغاز بصفة عامة. بدأنا نفتح قوس أوروبا بسرعة، سنرى عواقبها الكبيرة جدا خلال 2-3 من الآن، حينما ستكون هناك برودة في الجو. وبالنسبة للمغرب أكيد أن هذه الأزمة ترخي بظلالها كذلك. المغرب الذي يحاول نعم صحيح، وأيضا أوروبا مهتمة بهذه الخطوط والبدائل الجديدة لهذا الغاز. شكرا لك يا رضا، إلى اللقاء. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل خبر جديد عن المغرب.